السلام عليكم ورحمة الله. كنرحب بكم أخواتي الغاليات، نتمنى إن شاء الله تكونوا بألف خير. بعد الصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله، وصفة اليوم معسلة اقتصادية سهلة وسريعة توجدوها آخر لحظة إن شاء الله لشهر رمضان المبارك. طريقة اللي هي جد سهلة ومبسطة، وخا المبتدئات إن شاء الله غادي تجربوها غادي تستقلكم من أول تجربة. ما عليكم غير تتبعوا معايا الفيديو غادي تحصلوا على النتيجة اللي هي رائعة جدا. كتجي معلكة وشاربة العسل وبنينة بزاف، معلكة من الداخل ومقرمشة على برا. غادي نسمعكم القرمشة وغادي نمروا ان شاء الله المقادير والطريقة ان شاء الله في نفس الوقت على بركة الله. هنا ان شاء الله هاد المعسلة غادي نديروها بالكاوكاو وبالفول السوداني، كيف ممكن ديروها باللوز. انا غادي ان شاء الله تنقم لينا رخيصة بثمن اللي هو اقل، والمذاق اللي كيجي بنين بزاف. عندي هنايا كيلوغرام واحد، كيف ممكن ديروا غير نصف كيلو كيف غادي نوضح لكم ان شاء الله في الفيديو. ممكن ديروا البلدي بالقشره ديالو. هنايا دهنته بالقليل من الزيت النباتي وغادي ندخله ان شاء الله الفرن اللي كيكون سخون على 150 حتى 170 درجه. النار كتكون هادئه مع التحريك كل مره حتى ياخذ هذا اللون اللي كيكون هكا ذهبي. كل حبات هكا ياخذوا هذا اللون. ما تخليوش يتحمر بزاف باش ما يعطيكمش المرونه، لان مازال غادي نرجعوه للفرن. وعندي هنايا 100 غرام ديال الزبده اللي كندوبوها، و200 غرام ديال السكر سنيده. هنا وضحت لكم اللي بغات العبر بالكيسان ديال العنبه، وجوج اكياس من سكر ديال الزهر غادي للتنسيم، ممكن ديروا القرفه، ونصف كاس ديال ماء الزهر حسب الحاجه كيف غادي نوضح لكم ان شاء الله في الفيديو. هنايا كنمروا باش نطحنوا لهاد الكاوكاو في الهشوار. كنضيفوا معاه واحد الكميه اللي هي قليله من السكر سنيده. داك السكر كنقسموه على المراحل. هنا ما كنديروش واحد الكميه اللي هي كثيره، كنحاولوا هكا نديرو في الهشوار احسن. ولا كانت الطحانه العاديه يعني الكهربائيه كتحاولوا تهرمشوه هكا، ما يبقاش يعني الحبيبات ديالو كبيره بزاف، وما تطحنوهش بزاف، يبقاو بعض الحبات ديال الكاوكاو هكاك مهرمشين، كيجي رائع وزوين. الكميه ديال السكر كنقسموها على حسب الكميه اللي عندنا ديال الكاوكاو. قسمته هنا على 3 ديال المراحل. كل مره كنضيف معاه السكر وكنحاولوا نطحنوا. من بعد ما طحنا داك الكاوكاو كامل كندوزو كنضيفوا دوك الاكياس ديال الزهر. ممكن تنسموه بالقرفه يعني حسب الرغبه ديالكم. والزبده اللي ذوبناها كنديروها فوق داك السكر ديال الزهر باش نذوب حتى هي. وهنايا الماء الزهر ضفت هنايا غير ربع كاس، ولا خصني غادي نزيد غادي تشوفوا ان شاء الله معايا. وكنحاولوا نخلطوا مزيان، كندخلوا ديك الزبده وداك الماء الزهر في الحشو ديالنا كيف كتلاحظوا. ولا جمعتوها كتجمع معاكم وكتفلتت في نفس الوقت. ما تكثروش من الماء الزار خصوصا المبتدئات، تضيفوا غير بمعلقه، ما تضيفوش هكا بالكاس. هذه هي الكميه اللي تبقات ليا، يعني بحال اللي ضفت ربع كاس. كان عندي تما نصف كاس ديال ماء الزهر. وهنايا كنغطيو الحشو ديالنا وكنخليوه جانبا يرتاح واحد نصف ساعه حتى ساعه، ممكن تبيتوها اللي بغات تقسم عليها الخدمه. هنا جبت هنا عندي ورقه الفيلو، استعملت هاد النوعيه ديال اهل فاس. غادي نفتحها معكم خصوصا المبتدئات لاول مره غادي يستعملوها. قدمت معكم هذه لانها موجوده بكثره في الاسواق الكبرى او في المحلات اللي كيبيعوا لوازم الحلويات. صافي من بعد ما كتفتحوها كتحاولوا تحلوها غير باللطف، لان الورقه ديال الفيلو كتكون حساسه. غير بشويه ان شاء الله، هنا غير كنزرب شويه الفيديو. كتحاولوا تحلوها من بعد ما كتفتحوها كامله هكا، كتحطوها فوق سطح العمل. وحتى ثمنها مناسب، ما وصلش ل20 درهم. هنا الكاميرا كانت طفات وانا ما رديتش البال. من بعد ما كتفتحوا الورقه ديالكم فوق سطح العمل وكتحاولوا تطويو ورقه بورقه بهذه الطريقه هذه باش تجيكم العمليه ديال الخدمه ديالكم سهله، تسهلوها على راسكم ومرتبه. يعني كل مره كتشدوا كتحيدوا واحد الورقه وكتخدموا بها، ماشي كل مره كتفتحوا الورقه كامله وكتحيدوا شي ورقه من وسط منها. وكتحاولوا تغطيو مزيان الورقه اللي كتخليوها جانبا، كتغطيوها بديك البلاستيكانيت ديالها وكتزيدوا عليها منديل. نحاولوا ندهنوا واحد الدهنه اللي هي خفيفه، كنرشوا هكا بالزبده اللي ذوبناها، ونوعيه ديال الزبده حسب المتوفر عندكم. من بعد ما ندهنوا الورقه ديالنا بواحد الكميه ديال الزبده. هنا غادي نستعانوا بواحد العود ديال الشواء، ممكن ديروا داك العود او هذا القطيب هذا. كنحطوه فوق الورقه وكنلفوا عليه واحد الكميه ديال الورقه كيف موضح في الفيديو. غادي ان شاء الله نستعانوا به باش نلفوا الورقه ديالنا فوق الحشو. وكنجيب واحد الكميه ديال الحشو ديال الكاوكاو كنديروها في داك الطرف كيف كتشاهدوا هنايا.
الطرف اللي مطوي على جوج، من بعد كنلفو بهذه الطريقه. هذه طريقه اللي هي جد سهله ومبسطه. بعد ما كتلفوها كتحاولوا تكمشوها بهذه الطريقه هذه، كنتحصلوا على شكل اللي كيجي رائع وزوين. وكنشدوا هذاك القطيب راه كيساعدنا بزاف. كنحطوها في الصينيه اللي فرش ليها هنايا ورق الزبده. ماشي ضروري اخواتي، ماشي ضروري تفرشوه، ما غاديش تلتصق لكم. صافي كنحطوهم هكا في واحد حدا واحد، وكنحاولوا نغطيوهم مزيان. ما تخليوهمش هكاك، يعني ضروري ما ديروا بلاستيكه واحد المنديل فوق منه. وهنايا غادي ان شاء الله نخدم معكم هكا بشكل طولي باش يبان لكم اكثر. كنحاولوا ندهنوا واحد الرشه اللي هي خفيفه. اما بالنسبه للزبده اللي ضفتها سميتو في الحشو، ممكن ديروا حيواني يكون افضل، او ممكن ديروا ديال البواطه، نوعيه تكون جيده. كيف لاحظتوا معايا كنحطوا داك القطيب وكنلفوا عليه واحد الكميه ديال الورق ديال الفيلو، وكنحطوا الحشو ديالنا في داك الطرف، وكنلفوا. ما تزيروش بزاف، يعني كتحاولوا تلفوا عادي، ما تحاولوش تزيروا وما تخليوهاش مرخوفه. والصينيه ممكن تدهنوها غير بالزبده اللي متوفره عندكم، ولا ما فرشتوش ورق الزبده. وكتحاولوا تختاروا شي صينيه اللي عندكم، يعني يكون بنفس القياس من بعد ما كتكمشوها، باش تجيكم يعني تحافظ على الشكل ديالها. ولا بغيتو نخلي لكم ان شاء الله القطر ديال هاد الصينيه، غادي نخليه لكم ان شاء الله في صندوق الوصف. غادي نزيد معكم ان شاء الله وحده. هنايا الورقه الفيلو هذيك اللي فيها نشا، هي اللي كنردوها من الاعلى وكندهنوها بالزبده. من بعد ما كندهنو كنديروا واحد الدهنه اللي هي خفيفه. كنحطوا داك القطيب وكنلفوا عليه ديك الورقه كيف شاهدتوا معايا، وكنديروا واحد الكميه اللي كتكون معقوله من الحشو، وكنلفوا. ما كنوصلوش الحشو للاطراف، وكنحاولوا حتى بيدينا باش ما تخرج ليناش الحشو، كنشدوا من ديك الطرف وكنلفوا غير بشويه، وكنحاولوا نعطيو ليها هذا الشكل هذا. من بعد ما كنكمشوها وكنحطوها في الصينيه ديال الفرن. صافي هنا من بعد ما كملت الكميه اللي عندي ديال الورقه ديال الفيلو، كيجيو واحد 10 ديال الوحدات في داك الكيس. كنحاولوا ندهنوهم مزيان بالزبده اللي تبقات لينا من جميع الاطراف. وغادي نقسموا على جوج. النوبه الاولى قبل ما ندخلوها ان شاء الله الفرن، واحد السكين يكون حاد. بعد ما كنقسموهم على جوج، كل يعني طرف كنقسموه على جوج حتى هو، يعني كنتحصلوا على وحدات اللي هي كثيره تبارك الله. والحجم كيبقى اختياري، ممكن تقسموهم صغر من هكا، كل وحده تقسموها على جوج وتحصلوا على كميه اللي هي اكثر. حتى فاش كيكون الحجم ديالهم صغير كيجيو زوينين بزاف. وهذه هي الكميه ديال الحشو اللي تبقات ليا. هنايا خداو مني هذا اللي بودا اللي شكلناهم 700 غرام تقريبا ديال الحشو. هاد الكميه غادي نحتاجها ان شاء الله، غادي ندير بها بريوات. من بعد ما نعلكها غادي ان شاء الله نشارك معكم داك الفيديو. ودابا غادي ندخلوا هذا ان شاء الله للفرن كيكون سخون من قبل. كنشعلوا الفرن من الاسفل ومن الاعلى في خطره على 170 حتى 180 درجه. واللي عندها الفرن مجهد ممكن دير غير على 150 درجه. واللي عندها فرن ديال الغاز كتشعل ليها من الاسفل من بعد من الاعلى باش تحمر. يعني الفرن كيكون هادئ باش ديك الورقات تطيب من الداخل، وكيجيو مورقين وطيبين مزيان ومقرمشين باش يدخلها الطياب من الداخل. صافي من بعد ما كنخرجوها مباشره كنسقيوها بواحد الزلافه ديال العسل. والعسل كان عندي ثقيل، دفيته غير شويه وسقيتها به. صافي كنخليوها تشرب. من بعد ما كتشرب داك العسل كنجيب واحد الكميه ديال العسل اخرى كتكون هكا بارده. كانت عندي ثقيله. اللي عندها العسل بارد وكيكون خفيف يعني مباشره ما كتدفيه ما والو. انا غير كان عندي ثقيل ودفيته غير شويه عاد سقيتها. كنجيبوا هاد الكميه ديال العسل كنديروها من الاعلى باش من بعد ما غادي نزينها ان شاء الله. غادي داك التزيين غادي نشد عليها. عندي داك الكاوكاو نيت اللي خدمنا به، جبت منه واحد الكميه وكنديرها من الاعلى، يعني كنرشها في الوسط. والتزيين كيبقى اختياري، ممكن ديروا الفستق اي البيستاش، وممكن ديروا اللوز اللي كيكون هكا مهلمش، او رقائق ديال اللوز، او رقائق ديال الفول السوداني ديال الكاوكاو، حسب الرغبه ديالكم. هنا نسيت من بعد ما كتخرجوها من الفرن كتحاولوا تقطعوها عاوتاني. نسيت ما دوزتش السكين، كدوز واحد السكين كتكون مقطعه غير كدوز داك السكين. من بعد كتقدموها بالصحه والراحه. كنتحصلوا على معسله اللي كتجي رائعه وزوينه بنينه بزاف، ما تشبعوش منها اخواتي. بكل صراحه غادي ان شاء الله تولي عندكم معتمده، وممكن تحتفظوا بها مده طويله. غير ديروها في علبه محكمه الاغلاق، وما بين كل طبقه كديروا واحد البلاستيك العاديه، البلاستيك غذائي. ما ديروش السلوفان باش ما يلتصقش عليهم. من بعد ما كتسدوا عليها مزيان ديك البواطه
كتلفوها بالسلوفان ديك الساعه من الاعلى باش تحافظوا على الطراوه ديالهم ديك التعليقه كتحافظوا عليها، وكذلك القرمشه ديال الورقه. وكتقدموهم بالصحة والراحة لا في رمضان ولا في الأعياد، وكذلك في المناسبات. يعني الوصفة اللي كتجي رائعة وزوينة في أي مناسبة ممكن تقدموها، معلكة من الداخل، شاربة العسل وبنينة بزاف ومقرمشة على برا. ما شهيتكم فيهم أخواتي كنعتذر منكم، ونتمنى إن شاء الله تجربوهم وتردوا عليا في التعاليق. وشكرا بزاف على التعاليق والدعوات اللي كتخليو ليا، الله يجازيكم بكل خير. وكنشكركم على المتابعه، ما تنساوش اللايك والبارطاج مع الاحباب ومع الصديقه ديالكم تعم الفائده. وهذه هي اخواتي الى فيديو قادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. في امان الله وحفظه، مع السلامه.